اكيد مش هينفع يتعمل فيلم عن مايكل جاكسون وانا ما اطلعش اتكلم عنه، بالذات بعد ما وضحت في الفيديو اللي عملته قبل كده قد ايه انا بحب الراجل ده. فلو ما شفتش الفيديو روح شوفه وبعد كده تعالى نرجع نتكلم عن الفيلم. الفيديو ده ما فيهوش حرق خالص، ده لو انت قاعد في ادغال افريقيا ما تعرفش اي حاجه عن قصه مايكل جاكسون تقدر تتفرج على الفيديو ده من غير ما تكون متفرج على الفيلم وبعد كده تشوف الفيلم. الحقيقه فيلم مايكل اتاجل كذا مره، كانت كلها اسباب غير معلومه لغايه من قريب لما عرفنا الفيلم ده اتاجل ليه. الاغلب كانت دايما اسباب قانونيه بسبب القضيه اللي اترفعت على مايكل جاكسون بان هو بيدوفايل. في التسويه اللي كانت ما بين مايكل جاكسون واهل الولد كتبوا بان هم ما يطلعوش في اي عمل هيتعمل عن مايكل جاكسون، لا اسمهم يتجاب ولا حتى حد يمثل شخصياته. وهم اكتشفوا الحوار ده بعد ما كانوا اساسا مشوا في القصه بتاعت الفيلم لمده زمنيه طويله جدا، تقريبا وصلوا لغايه نص التسعينات، واساسا القضيه دي كانت اتعملت في بدايه التسعينات، فاضطروا ان هم ياجلوا ميعاد نزول الفيلم ويعملوا لي شوتس جديده علشان خاطر القصه تبقى كامله والقصه تتحكي لغايه قبل ما القضيه دي ما تترفع على مايكل بالظبط. ده غير ان في ناس كتير جدا ما اتحطتش في الفيلم اساسا علشان خاطر ما كانوش حابين ان هم يطلعوا في الفيلم. حد مثلا زي جانيت جاكسون اخت مايكل جاكسون الصغيره قررت ان هي مش عايزه دورها يبقى موجود في الفيلم باي شكل من الاشكال، لو هي صغيره ولا هي كبيره. وبسبب المشاكل الكتيره دي الفيلم اتاجل كذا مره على مدار سنتين، كان ميعاد صدوره بيتغير كل شويه، لدرجه ان انا واحد من الناس اساسا كنت شاكك ان الفيلم هينزل، وكنت واثق بنسبه 1,000,000% ان الفيلم ده هيتكنسل. ولكن الحمد لله يخيب ظني وفيلم مايكل ينزل في 2026. القصة باختصار شديد جدا بتتكلم عن مايكل من وهو صغير لغاية بالظبط سنة 88 في تور بتاعة ألبوم باد، مرورا بالصراعات اللي عاش فيها خلال الفترة الزمنية دي اللي هي تقريبا لغاية سنة 88. مشاكله زي المشاكل اللي كان بيتعرض ليها مع أبوه من وهو صغير لغاية أما كبر، ونجاحاته كتير جدا على مدار الفترة دي زي مثلا نجاحه في ألبوم اوف ذا وول، ونجاحه الكبير اللي لسه طاغي لغاية دلوقتي في ألبوم ثريلر. ولكن المين كور بتاع الفيلم ده كان عبارة عن إن مايكل بيحاول يهرب من سيطرة أبوه خلال الفيلم كله. فيا ترى مايكل هيقدر فعلا يخرج من سيطرة أبوه ولا لا؟ الحقيقة الفيلم ممتع جدا جدا جدا، من بداية الفيلم لغاية آخره ما كنتش عارف أبطل أحرك رجلي على الإيقاع بتاع الموسيقى بتاع الفيلم. أنت لو مش بتسمع أغاني لمايكل جاكسون في الفيلم ديفينتلي هتسمع فوكالز مايكل جاكسون شغالة في الباك جراوند، هتسمع ساوند من الساوندز بتاع الأغاني بتاعته في الباك جراوند شغالة وكلها ممتعة. ده غير إن الفيلم ما فيهوش لحظة ملل واحدة، الفيلم بياخدك في أحداث كتير جدا بتسلسل سريع جدا، فأنت ما فيش لحظة واحدة بس هتحس فيها بالملل. والحقيقة ده غريب جدا على فيلم زي فيلم مايكل جاكسون، لان فيلم مايكل جاكسون هو اساسا فيلم بايوبيك، مش الطبيعي بتاع افلام البايوبيكس ان هي ما يبقاش فيها لحظات ملل. فدي نقطة الفيلم يستاهل ان هو ياخدها في صالحه، لان فعلا الفيلم ما فيهوش لحظة ملل واحدة اطلاقا. وطبعا كواحد فان لمايكل جاكسون وبتسمع اغاني مايكل جاكسون هتتبسط بكل الاغاني اللي موجودة في الفيلم، وكواحد بيحب الموسيقى بشكل عام اكيد هتطلع مبسوط. وغير الاغاني الحفلات اللي مايكل جاكسون كان بيعملها في الفترة دي من حياته جزء كبير جدا او اهم الحفلات دي اتقدم في الفيلم، والحقيقه بشكل ممتع جدا جدا للعين. الغريب ان الاخراج في الفيلم ده والكادرات في الفيلم ده كانت جميله جدا جدا، في كادرات كتير جدا جوه الفيلم حلوه بشكل رهيب بشكل يخض كمان. بس بصراحه ممكن ما تبقاش ايجابيه قوي، هي كده كده اكيد ايجابيه لان اتنفذت بشكل كويس، بس الحقيقه ان اسهل حاجه في الدنيا ان انت تلمع شخصيه زي شخصيه مايكل جاكسون، سهل جدا تلمعها. حاجه تانية من ايجابيات الفيلم ده وهو الاحداث. الحقيقه اغلبيه الاحداث في الفيلم كانت اكيوريت بشكل كبير جدا، فده يدل على ان الناس اللي اشتغلت على الفيلم ده فعلا عملوا الواجب بتاعهم. من الواضح ان هم ذكروا الشخصيه بابعادها بالحوارات اللي كانت بتحصل معاها، ويا لها من حوارات بان شخصيه زي شخصيه مايكل جاكسون دي حصل معاها حوارات كتير جدا من هو صغير لغايه اما كبر. فهم عملوا اللي عليهم وطلعوا جزء كبير جدا من احداث الفيلم بشكل صح. ولو هنتكلم عن الناس اللي عملت الواجب بتاعها بشكل كويس جدا، فاكيد
واكيد مش هينفع ننسى اهم 2 من الكاست بتاع الفيلم بتاع مايكل. اولهم طبعا جعفر جاكسون اللي هو يبقى ابن اخو مايكل جاكسون، ابن جيرمين. الحقيقه الولد عمل اداء مبهر جدا جدا. في الاول انا ما كنتش مقتنع بيه قوي، ولكن مع الوقت بدات اقتنع بيه، بالذات ان هو عارف يوصل لصوت مايكل جاكسون، الصوت او طبقه الصوت اللي مايكل بيتكلم بيها. ودي الحقيقه خط رفيع جدا ما بين ان انت تعرف تعمل الصوت هو وما بين ان انت تقلد الصوت فيبان كأن ان انت بتتريق على صوته. I love my family. I just want to do my own thing. والحقيقة الولد عرف يعملها بشكل سليم جدا. ده غير ان هو اتقن كتير جدا 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 من كوريوغرافي بتاع مايكل جاكسون، وطبعا ده كوريوغرافي من اصعب ما يمكن. طريقة الرقص بتاعت مايكل جاكسون لازم تكون معمولة بشكل كويس علشان اللي بيتفرج على الفيلم يصدق ان ده مايكل. ده غير الولد الصغير اللي عمل دور مايكل، الولد عرف يمثل بصراحة حاجات كتير جدا. حركات ايد مايكل وحركات جسمه، الحقيقة مايكل تقريبا ما كانش بيهدى في الاغاني اللي كان بيعملها مع الجاكسون 5. تقريبا كان اكتر عضو في العيله كلها بيتحرك وبيروح وبيجي وبيدي المايك لجيرمين عشان يغني وكده، ما كانش بيهدى اطلاقا. ده بالنسبه لدور مايكل جاكسون. لو هنتكلم بقى على الدور المحوري اللي جوه فيلم مايكل تاني بعد مايكل جاكسون، طبعا جوزيف جاكسون اللي مثله كولمان دومينجو. بعيدا عن ان في الحقيقه انا امقت جوزيف جاكسون بكرهه كراهيه شديده جدا، والحقيقه دومينجو عرف يوصلني لمرحله ان انا اكرهه هو كمان. وصلك حالة الاستغلال، الأب الوحش اللي بيضرب عياله، اللي عرف يوصل الإحساس ده، وأنا وصل لي. وكتر خيرك يا كولمان دومينجو، أنا كرهتك. فده إن دل على شيء يدل على إن هو فعلا عمل الدور بشكل صح جدا جدا. ده غير إن من ضمن الحاجات أساسا اللي علاقة بدومينجو إن هو كلم باريس جاكسون بنت مايكل جاكسون علشان خاطر يتكلم معاها ويفهم أبعاد عن شخصية جوزيف جاكسون أكتر وأكتر. وطبعا زيه زي أي فيلم، الفيلم كان فيه شوية عيوب. اول حاجه واللي هي بالنسبه لي قاتله الحقيقه، نقص الدراما. ازاي يبقى عندك نقص دراما في فيلم عن مايكل جاكسون وانت بتتكلم عن شخصيه زي شخصيه مايكل جاكسون؟ مايكل جاكسون حياته كلها دراما. اتعرض لنا جزء صغير منها وهو صغير، ولكن ما كانتش كافيه على ان انت تتعاطف مع الشخصيه اللي قدامك. لو جبنا واحد ما يعرفش مين مايكل جاكسون ودخل يتفرج على الفيلم، مش هيتعاطف معاها بالشكل الكافي علشان خاطر يوصل في نهايه الفيلم ويحس انه الراجل ده عمل صح. ما كانش فيه الدراما الكافية لا كتابيا ولا تمثيليا الحقيقة. جعفر عمل اللي عليه وعرف يعمل دور عمه بشكل كويس جدا، ولكن في اللحظات الدرامية القليلة اللي موجودة في الفيلم ما كانش بيوصل لي الإحساس بتاع الخنقة أو الزعل أو والحقيقة الدراما هي جزء متأصل في حياة مايكل جاكسون، هي أهم حاجة في شخصية مايكل أصلا. زي ما قلنا في الإيجابيات إن الأحداث كانت إلى حد كبير أكيوريت بالنسبة للواقع، في جزء برضو ما كانش لطيف. الحقيقة الفترة الزمنية دي من حياة مايكل كان فيها أحداث كتير جدا جدا وشخصيات كتير جدا جدا جدا. 3/4 الشخصيات دول ما ظهروش أصلا، مع إن وجودهم كان مؤثر في حياة مايكل. حاجة مثلا زي علاقة مايكل بكوينسي جونز. علاقة مايكل بكوينسي جونز امتدت لفترة كبيرة جدا جدا جدا، انت ما شفتش من العلاقة دي غير حاجة قليلة جدا. حد مثلا زي شخصية ديانا روس. ديانا روس من اكتر الناس المؤثرة في كارير مايكل بالكامل، ما ظهرتش. وطبعا عدم وجود شخصية زي شخصية جانيت اللي هي اخت مايكل كانت برضو ملحوظة جدا، لان جانيت مؤثرة في حياة مايكل من وهي صغيرة لغاية اما كبرت، فكانت غريبة عدم وجودها. اي نعم هي ما كانتش عايزة، ولكن كان عدم وجودها سلبية في حد ذاته. من ضمن سلبيات الفيلم الحقيقة عدم تطرقهم للمشاكل اللي كانت ما بين مايكل واخواته. هم كانوا دايما مركزين على جزئية مايكل وابوه، ولكن في الفترة دي كان في مشاكل كتيرة جدا ما بين مايكل واخواته. اصلا كان في بيف ما بين مايكل وما بين جيرمين، الكلام ده ما ظهرش اطلاقا في الفيلم. من ضمن المشاكل برضو ظهور مايكل في الفيلم على اساس ان هو شخصية ملاك جدا جدا خالي من العيوب. والحقيقة اي نعم مايكل ما كانتش عيوبه كتيرة على حسب اللي احنا نعرفه، بس عيوبه اللي كانت موجودة كانت ظاهرة جدا، زي ان هو ساذج او ان هو كان طيب زيادة عن اللزوم. الحقيقة هم كانوا مطلعينها بشكل ايجابي جوه الفيلم، ولكن عيوبه تكاد تكون غير موجودة اصلا. وبعد السلبيات والايجابيات بتاعة الفيلم في الاخر حابب
اقول حاجه الحقيقه، فيلم مايكل هو من الافلام القليله جدا البايوبيكس اللي ممكن تكون حلوه، بل بالعكس هي اكتر من حلوه كمان. فيلم مايكل هو من اكتر الافلام الريواتشبل اللي انت ممكن تتفرج عليها مره واثنين وثلاثه، وفي الاغلب بنسبه كبيره مش هتمل. فبالرغم من عيوب الفيلم ده الا ان ده ما اثرش بشكل سلبي اطلاقا على تجربتي في الفرجه على الفيلم، بل بالعكس اتقال ان الفيلم هيبقى ليه جزء تاني واحتمال كمان يبقى ليه جزء تالت، وانا منتظر جدا. وتقييم الفيلم مايكل هو 8.5 من 10. وبس كده. حابب اعرف رايكم في الكومنتس عن الفيلم لو اتفرجتوا عليه، ولو ما اتفرجتوش عليه هل ناويين تتفرجوا على الفيلم؟ ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. سلام.